شباب الحمد لله رحنا على الدكتور الادلبي، قلت له نزلت فيديو على التيك توك انه اولادي هيك عم يحكوا 90% بالتعليقات نصحني بالصابون الكبريت. قال كمان هي منيح، كمان سجل لي اياه بالورقه، قال كمان اشتري معي، اعطاني دواء ثاني كمان وسجل لي اياه كمان، هي خصص له اولاد كل اسبوع مرتين. قال بس يوكا ما يدفع لك، انت بدك تدفع. قلت له مو مشكله، خلي اولادي يخلص منهم، معلش انا راح ادفع. قال بالصيدليات يمكن غالي، على وسع على امازون هيك شغلات رخيص. قلت له راح شوف بالصيدليات، اذا مو غالي كثير مو مشكله راح اشتريها. يعني اكيد مو غالي، يعني قديش بده يكون قد ما كان سعره، يعني خلي اولادي يخلص من هالحكي مو مشكله. يعني قلت له نزلت على الفيديو على التيك توك كل التعليقات نصحني، حتى فرجيت الفيديو قلت له شوف كل التعليقات 90% تعليقات عم ينصحوني انه صابون الكبريت. قال مو مشكله، اروح على الصيدليه صابون او شامبو ما تفرق. اعطانا ورقه وقال استخدم كل اسبوع مرتين وبعد دواء، وعندنا مراجعه الاسبوع الجاي ان شاء الله بلكي نخلص منها. ابوس روحكم، تخيل قلبكم، كل حدا نصحنا. في كثير عالم نصحوني كثير ما لهموا شغلات، بس ولكن اولادي صغار ما فيني استخدم لبين ما شاور الدكتور. الدكتور قال مو مشكله، يعني صابون الكبريت كمان منيح. ابوس روحكم.